السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأحداث في حرب إيران سريعة جدا، وللأسف بتسوء كل شوية. المفروض دلوقتي إن ترامب آخر حاجة وعد بيها إن هو مدي مهلة لإيران 10 أيام، هتنتهي كمان يومين تقريبا. وهو مش هيضرب أي حاجة تخص مصانع الطاقة، ولا هيضرب القيادات، ولا هيختال حد، ولا أي حاجة. المفروض كده، بس زي ما انتوا عارفين امريكا ملهاش كلمه، وكعاده عادتهم مع الدول الاضعف، بيلعبوا بالتصريحات وبيلعبوا بالشعوب، ومش فارق معاهم اي حاجه. زي ما قلنا ان نتنياهو بالذات عاوز الحرب دي تستمر من اجل اقامه اسرائيل الكبرى. ده موضوع مش قابل للنقاش، لانه اعترف بيه، واي حد لسه بيشكك فيه ده مجنون. المهم ان اخر 48 ساعه هنقول كده اللي حصل بدايه من دلوقت، وبعد كده نرجع لورا. لسه من حوالي ساعتين تم اغتيال حسن زادة. مين حسن زادة؟ حسن زادة قائد الحرس الثوري الإيراني الحالي، وهو اللي بينظم البسيج كمان. وقلنا إن البسيج دول حاجة هدفها الأمن الداخلي ومنع الاضطرابات، وشرحنا في فيديو قبل كده أصل تسميتهم إيه وكل ده. ماشي، اللي حابب يرجع للفيديوهات هيلاقي لستة فيها إيه كل الحاجات دي. فهو قائد البسيج اللي هو فرقة من متفرعة من الحرس الثوري الإيراني، وقائد الحرس الثوري الإيراني. وحسن زادة ده نقدر نقول إن إن إسرائيل وأمريكا بيغيروا النظام بقتل الناس بالاغتيالات. وللأسف التاريخ يكتبه الأقوياء ويصنعه المنتصرون، بمعنى إن إحنا لو عكسنا إن إيران الأقوى، وان دي جرائم تمت ضد ايران، كان هنسميها ارهاب. لكن بما ان احنا في مجتمع دولي اصبح خلاص كاشف وشه، والبقاء للاقوى، قانون الغاب، فالاغتيالات دي بقت عادي. احنا في حرب نختال اللي احنا عاوزينه. وطبعا هم في طريقهم في الاغتيال بيموتوا ناس في الطريق عادي. ماشي، هما بيعرفوا مثلا احنا متفقين ان ايران متخربقه استخبارات، مخابراتها دي في اللالا لاند، تمام. فبيعرفوا هو فين بالظبط، وممكن يضربوا المكان كله بقذائف كتيره جدا، وبذخيره كتيره جدا، عشان المهم يتخلصوا ايه منه. وفي بقى بيوت بتتهدم، وعمارات بتتهدم، وناس بتموت، مش مهم. وده مش ارهاب، يعني ده مش ارهاب. ده امريكا واسرائيل براحتهم. هو ده ناس اصلا ترامب فرض عقوبات على المحكمه الجنائيه الدوليه ان هي ادانت نتنياهو. فده درس لينا كلنا، ان احنا لو ما كل دوله ما عندهاش جيش قوي واقتصاد قوي هتتاكل. والمتغطي بامريكا عريان، بنقولها للمره الالف. ماشي، ما حك ظهرك مثل ظفرك. ماشي، ده حكمة عربية. الدول اللي لسه فاكرة ان امريكا ممكن تحميها، اديكم شايفين اتخلوا عن دول الخليج وسايبينهم لمصيرهم. يعني الخليج بيدافعوا عن نفسهم، والاسلحه اللي هم بيستخدموها، والصواريخ الاعتراضيه والحاجات دي كلها شاريينها بفلوسها من امريكا، بفلوسهم من امريكا. بس بسيطه خالص. ولو كنا عملنا فكره السيسي بتاع القوى العربية المشتركة اللي اقترحها من فترة، كانت هتنفع في موقف زي ده. بس احنا زي ما الرسول قال: ما زالت تتداعى عليكم الأمم. وقالوا أنحن من قلة يا رسول الله؟ قال لا، لا كثرة، ولكن كغثاء السيل. ملناش لازمة. احنا كتير قوي، ومعانا حاجات كتير قوي، بس ملناش لازمة. احنا دي حياتنا، لازم نفهم كده. ماشي، اوعى تفتكر اللي بيحصل مع ايران بعيد عنك. انت في الليسته وجاي. ماشي، جاي بعد سنين، جاي بعد 10 سنين، جاي بعد 20 سنة، المهم هتيجي. ولو ما استعدناش من دلوقت للحرب دي، ماشي، يبقى احنا يعني بنسيء لانفسنا ولبلدنا ولاولادنا، تمام، ولاحفادنا، اللي احنا هنسلمهم دولة ضعيفة. لازم
زي ما احنا ماشيين كده الجيش يبقى قوي جدا، انت مستعد في اي وقت باحدث انواع المعدات العسكريه، وزي ما النظام عامل تعدد مصادر شراء السلاح، علشان امريكا ببساطه ممكن تديك اف 5 طياره اف 35 بس وهي قاعده في مكانها مش هتشغلها لك عادي خالص، شفرتها معاها ماشي، مش هتضرب الا باذنها خلاص. وامريكا هي اسرائيل واسرائيل هي امريكا. فاحنا دلوقتي لما حسن زاده، نرجع للنقطه بتاعتنا، حسن زاده لما اتقتل دلوقتي تم اغتياله، ده اخر القاده العسكريين، يعني ده نقدر نقول الصف الثالث، يعني هم قتلوا الرؤوس الاولى، بعد كده الصف الثاني، بعد كده الصف الثالث، بالاخص فيما يخص القياده العسكريه. وعشان ندي شبه كده بسيط خالص، شركه معاها احدث الحاجات، احدث الادوات، بس بدون مدير، بدون حد مسؤول عنها، ايه اللي هيجرى؟ بدون حد ينسق ما بين الادارات والموظفين، او مدير ضعيف، ايه اللي بيجرى؟ كل المؤسسة بتقع. تمام. هم لما يضربوا الرؤوس الاولى والثانيه والثالثه، وخلال 48 ساعه ضربوا، عملوا الاغتيالات دي ماشي، وضربوا المصنع الماء الثقيل. والماء الثقيل ده قلنا ده مهم جدا لتصنيع البلوتونيوم اللي هو اساسي في المراحل النهائيه في القنبله النوويه. ولما آه، ضربوا كمان مصنع الكعكة الصفراء، ومحطة بوشهر النووية ماشي كمان اتضربت، مع ان دي بيديرها الروس، ومع ان دي مفروض سلمية تماما، طاقة نووية سلمية، بس اسرائيل بتضرب كله. وضربت مصنع الحديد والصلب عندهم اللي هو من اكبر المصانع في الشرق الاوسط، بحجة زي فكرة كده ايه، تجفيف المنابع. بمعنى ايه؟ ما هو الحديد والصلب ده اكيد بيدخل في صناعة الطائرات المسيرة والكربون ماشي، فاكيد ليه علاقة بتصنيع السلاح، فيلا نضربه. دي حجة اسرائيل. يعني في اقل من 48 ساعة اسرائيل عمالة تعمل حاجات كلها تدعو لاشعال الحرب، واحنا قايلين ليه في الفيديوهات اللي فاتت. ودلوقتي انا صراحه لو في ايران عماله تعد مليون جندي للغزو البري، امريكا كل قوتها في الشرق الاوسط باللي هيوصلوا 50,000، نصهم قوات خاصه مارينز. تمام. دول طبعا عدد مش كافي لغزو ايران بريا. ايران طبيعه جبليه واحد، زي افغانستان كده. فامريكا لو دخلت ايران باذن الله يكون دي فيتنام التانية ليها وافغانستان التانية ماشي. بس ارجو ان الدول العربية ما تبعتش جندي واحد ولا طلقة واحدة فيما يخص الغزو البري. ضبط النفس اللي عاملاه قطر والامارات والكويت والسعودية، وحييهم على ذلك، وحي الانظمة دي في الحتة دي على ذلك، لان هم لو انجروا للحرب هم اللي هيبقوا في الوش يا جماعة. ومش كل الضربات اللي بتحصل جايه من ايران، في ضربات جايه من ايران، وفي ضربات اسرائيل بتعملها كخدعه استراتيجيه علشان تدخل، هي منع عنها ان الدول العربيه الخليجيه تدخل في الحرب دي معاها ضد ايران. وطبعا لو دخلوا هيبقى عندهم حق، مضرورين اقتصاديا ومضرورين ايه، يعني عمال تضرب في بلدي قواعد امريكيه ولا مش قواعد؟ انا مالي انا ومال انت مالك انت؟ انا عندي قواعد امريكيه، مع ان ده غلط ماشي، بس بتضربهم ليه؟ ما تضرب في اسرائيل او في امريكا. تمام. ما هو انت دلوقتي لما تصيب لي مطار الكويت وتحصل وتقطع حركه الطيران في المنطقه دي، طب ما انت كده بتضر البلاد دي. بس برضو يا جماعه لازم ضبط النفس، مش حبا في ايران ولكن من اجل مصلحتنا. اسرائيل عاوزه المنطقه تولع، نتنياهو يا جماعه عاوز يخلي الدول، اي دوله ليها علاقه بالاسلام، هم شيعه اثنا عشريه، خليهم متطرفين ماشي، بيشتموا الصحابه، كل ده احنا عارفينه ماشي، بس في الاخر هم اسمهم مسلمين. تمام. فرقه من الفرق الاسلاميه،
هم منعينهم السنه يخبطوا في الشيعه والشيعه يخبطوا في السنه والدول، لان دي حرب استنزاف. واحنا ما بنتعلمش من التاريخ يا جماعه. حرب الخليج الاولى قعدت قد ايه؟ ايران والعراق استنزفوا بعض لمده مش عارف 8 سنين يا جماعه. فاحنا لو الحرب دي بدات، نتمنى ان شاء الله ان امريكا واسرائيل يقعوا في المستنقع البري دول، مع ان هو كل اللي هيحصل كما اتوقع والله اعلم ان هم هيحاولوا يوصلوا لل 300 ولا 400 كيلو يورانيوم المخصب، وهيحاولوا يحتلوا جزيرة خارج، لأن دي فيها معظم إنتاج البترول بتاع إيران، وكده هيضربوا الاقتصاد الإيراني. وهيحاولوا مع دول أخرى غربية إن هم يفتحوا مضيق هرمز. وترامب إن شاء الله ناوي يغيروا الاسم مضيق ترامب، ربنا يخلصنا من الراجل ده، ماشي، محدش قادر عليه للأسف. كسرى كغثاء السيل. نملك كل شيء كدول وأنظمة عربية، لكن قلوبنا شتى، ماشي، مش قادرين نعمل. بقالنا سنين ما عرفناش نعمل قوة دفاع عربية مشتركة كانت نفعت في وقت زي ده. الإخوة اللي في الخليج اللي بيطلبوا من مصر تتدخل، مصر هتعمل ايه يا جماعة؟ أول حاجة. تاني حاجة، هي الحروب بتبتدي كده. يعني انت عاوزني فجأة، انا دولة اصلا مديونة ودولة عندي ظروف اقتصادية زي الزفت، احمل نفسي عبء حرب برية؟ وبعدين انتوا بكل غناكم فين جيوشكم؟ اتعلموا الدرس. ما تروحوش تترموا في حضن امريكا تاني يا جماعة. ابنوا جيوش، اعمل تجنيد اجباري عندك. انت معاك امكانيات مالية، اعملوا قوة دفاع عربية مشتركة. انتوا لو اتكلمنا هنتكلم على الدول كتير. اول دولة الامارات بتضحك في وشنا، عاملة زي واحد صاحبك يضحك في وشك واول ما تلف ظهرك يتكلم عليك. مساهمة في بناء السد النهضة الاثيوبي، وبتدعم النظام الاثيوبي بتاع ابي احمد. ده يضر مصلحة مصر ولا ما يضرش؟ ماشي، وساكتين. 2، دعم حملتي في السودان. حد ينساه؟ لولا هو انتوا دلوقتي عاوزين تعملوا عاوزين تحزموا مصر ولا عاوزين تعملوا ايه؟ انا مش فاهم النظام الاماراتي. وجاي دلوقتي يقول لي ايه؟ مصر ووقفوا التأشيرات للمصريين. ايه الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه؟ ايه اللي دخل دي في دي يا جماعه؟ هو انتوا طول ما عندكم نبره الاستعلاء دي على المصريين مش هتوصلوا لحاجه. شوفوا الامريكان اللي باعوكم، مش احنا، ماشي. شوفوا الامريكان اللي واخدين تريليون في اخر زياره، مش عارف واخد تريليون دولار، ماشي. وبيتكلم عنكم ازاي ترامب؟ انتوا مستنيين من مصر ايه؟ فين التسليح بتاعكم وفين جيوشكم؟ وما سمعتوش كلام السيسي ليه لما قال لكم نعمل قوه عربيه مشتركه؟ وبتترموا في حضن. انا مش يعني مش عاوزين. بص، انا ضد الهجوم على بعض في المرحله دي، ومش عاوزين نعمل زي ايه، فرش الملايه لبعض. لكن اذا كنتم انتم خيركم على مصريين، ففي مصر برضو خيرها عليكم. مش هنقعد نعاير ونقعد نتكلم. خلونا في المشكله دي مصر بتتحرك فيها. النظام المصري وحقيقي في الحته دي بيتحرك باقصى طاقته، بدليل اللي بيحصل النهارده ان هو وباكستان وتركيا والسعوديه معانا ومصر بنحاول نوقف القصه دي، قصه الحرب، لان دي احسن حل. لازم الحرب دي تقف، واسرائيل مش عاوزاها تقف، وترامب مش عاوزها تقف، بس بحدود معينه وان شاء الله تفلت منه. فاسرائيل دلوقتي خلصت على كل الصفوف الاولى والثانيه والثالثه العسكريه، ماشي، والسياسيه، تمام. حتى اللي سايباهم دي باكستان اتوسطت لامريكا ان هم ما يقتلهمش.
فالوضع صعب، وإيران أكيد مش هتقدر تستحمل. أنا متوقع سيناريو زي أفغانستان والعراق لو أمريكا اتجننت ودخلت بري. بس أنا زي ما قلت لكم هي هتقف في حدة السيطرة على الجزيرة، فتح المضيق، ماشي، الوصول لليورانيوم المخصب وأخذه من هناك. الأيام يا جماعة الجاية دي أيام صعبة، ولازم نبقى مع بعض مش ضد بعض، لأن إحنا كلنا غلطانين. على رأي أحمد زكي في الفيلم ضد الحكومة لما قال كلنا فاسدون. كل الدول العربية أصلا الغلط راكبها من أولها لآخرها. ما هو أنت لو عاوزين نتعلم دروس اتعلموا ابنوا جيوش، بعد كده ابنوا قوة عربية مشتركة. تمام، خليكم ورا السيسي في الحتة دي، سيبوا السيسي يعني، شوفوا دماغه هتبقى ازاي. هو راجل مخابرات وفاهم ألاعيب أمريكا كويس، وفاهم اللي بيحصل في المنطقة كويس. اسمعوا كلامه، الحرب لازم تقف، ما تنجروش ما تبعتوش عسكري واحد بريا، معلش استحملوا، خليكم في مرحلة الدفاع عن النفس، لأن أي تدخل ده اللي أمريكا عاوزاه واللي إسرائيل عاوزاه. وأمريكا تقول إحنا مدين هدنة، وإسرائيل عارفين اللي هي حكاية توزيع الأدوار. أنا هعمل نفسي أنا هزعق وأنت تهدي، هي خناقة، هي زي خناقة كده. فأنت بتلاعب صهاينة واللي ورا الصهاينة، يعني مش هنعرف نقول في كلام يعني ما ينفعش يتقال، لأن اليوتيوب أكيد هيحذفه. فلازم نبقى واعيين للكلام ده كله يا جماعة، وندعي ربنا إنه يسترها على مصر وعلى الدول العربية وعلى العالم جميعا. والسلام عليكم.